اهلا ومرحبا بحبايبي. معاكم جدة ملك. النهارده انا جايبه لكم معايا مثل بيقول العين بصيره واليد قصيره، وده مثل من الامثال المعروفه، وبيتقال لما يشوفوا انسان شيء بيتمناه او حاجه بيحتاجها لكنه لا يستطيع الوصول ليها او تحقيقها بسبب ضعف الامكانيات او قله الحيله. العين بصيره يعني الانسان بيرى الشيء ويدركه بعقله ويتمنى الحصول عليه، واليد قصيرة انه لا يملك الوسيلة او القدرة لتحقيق ما يتمناه، وكأنه بيمد ايديه فلا تصل. والناس بتقول لما الواحد يكون نفسه في حاجة زي شراء شيء غالي او مساعدة حد او حتى تحقيق حلم لكن ما يقدرش عليه، فبيقول العين بصيرة واليد قصيرة. والحكاية النهاردة عن راجل فقير كان بيشتغل في مزرعة عند راجل غني، وفي يوم شاف الفقير ده بنته مريضة جدا وكان علاجها غالي، فراح يطلب سلفة من صاحب المزرعة لكن الراجل رفض. وفضل الأب يمر كل يوم قدام الصيدلية وشايف بنته يعني تعبانة جدا ومحتاجة العلاج ده، يبص على الدواء اللي في الصيدلية اللي نفسه يشتري لبنته لكن مفيش في ايده حاجة. وكل ما واحد يسأله مالك واقف سرحان كده ليه، يقول العين بصيرة واليد قصيرة. والراجل ده من كل ما يشوف بنته بتتألم يحس بوجع شديد ومش قادر يعبر عن حالة العجز اللي بيمر بيها. وده حال ناس كتير، يعني الإنسان شايف بعينيه الحاجة اللي نفسه فيها أو عياله نفسهم فيها أو محتاجينها، وما عندوش القدرة أو الإمكانيات اللي توصله للحاجة دي لا ماديا ولا معنويا. وفي حالات كتير كده لازم نرضى فيها رضا من عند ربنا، وده بيكون رضا نفسي عشان نعرف نعيش. وكده الحكاية خلصت. لو عجبتكم قولولي رأيكم في التعليقات عشان رأيكم بيهمني، وفضلا وليس أمرا اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ودوسوا لايك علشان كل جديد يوصل لكم. كانت معاكم جدة ملك، وسلام يا حبايبي.